يا رب ارحمنا بقى من ماتشات شمال افريقيا اللي بتوجع القلب دي، والله العظيم الواحد جاله ضيق تنفس. انا مش هسمي الماتش ده خساره 2-1 بره ارضك، ترجع هنا في مصر تكسب 1-0، كل سنه وانت طيب خدت البطوله. فبالنسبه لي الماتش ده كانه ما اتلعبش اساسا. انا في حياتي ما شفتش سذاجه زي اللي شفتها من حسام عبد المجيد النهارده دي. يا ابني فكك من شغل المدافع الناشئ والكلام ده بقى، انت بقيت مدافع دولي وبتلعب منتخب مصر. انا طبعا مش هعلق على الاداء اللي شفته من احمد فتوح النهارده، باين للاعمى انه مش واقف على رجليه ومش جاهز بدنيا، قراراته كلها غلط من اول دقيقه لاخر دقيقه، سيء، وكان احد ثغرات الزمالك، معرفش السبب فين، ومش مش هبص لاي مبررات، لكن احنا ما عندناش غيرك، فبالله عليك فوق. على عكس الموجه بقى، انا مش هلوم على جوزيه جوميز النهارده في اي شيء تماما، الراجل بيلعب بالامكانيات اللي موجوده عنده في حدود المتاح وما بيفتكسش. هتقول لي اشمعنى؟ طب وسامسون ناحيه الشمال دي كويسه، هقول لك لا شلبي موجود ولا شيكابالا موجود، نضاي خرا، متيابه وحش، فما كانش عندك اوبشن غير سامسون. حتى لو هتخسره، ال 11 لعيب اللي كانوا بيلعبوا هم احسن 11 لعيب متاحين قدامك دلوقتي حاليا، فبالتالي الراجل ما عملش حاجه غلط. قادرين نحسم البطوله عندنا في مصر باذن الله، مع شويه رجاله في الملعب ورجاله في المدرجات بيشجعوا، باذن الله البطوله بتاعتنا.